فكره الزراعه بدا اللي هو طبعا لما يعيش حوالين نهر النيل فبدا يعرف الزراعه وبدا يستخدم ادوات مختلفه للزراعه، فبدا يبتكر فكره الفؤوس دي اللي هي الفؤوس الخشبيه. ما كانش عندنا حديد زمان. بدا اللي هو يقسم الاراضي الزراعيه بتاعته ما بين اصحاب الاملاك او ما بين جيرانه من خلال مهنه المساح ده اللي بيظهر لنا في التمثال ده المساح ابن حري. بيبين لنا اللي كان فيه وظيفه للمساح ده، بيقيس الاراضي الزراعيه وبيوزعها على الناس زي مهندس المساحه كده. واداه القياس في الوقت ده كانت عباره عن حبال، زي كتله الحبال اللي هو ماسكها في ايده دي، وزي الحبال اللي احنا شفناها فعليا. طيب لما كان بيخرج بقى المنتجات بتاعته، الشعير او القمح كان بيشيلها بالمنجل ده، وبعدين يبدا اللي هو يشيل البذور منها ويخزنها في الصومعه دي. الصومعه دي كانت بتبقى موجوده في كل بيت علشان يحط فيها الحبوب بتاعته، ويفتح من الفتحه دي وياخد على قدر حاجه. فهي صومعه للتخزين، يعني بيخزن فيها الحبوب دي اللي هو هيستخدمها في اللي هو بيطلعها بعد كده يطحنها ويحولها لدقيق. الدقيق ده بقى لما بيخرجه بيعمل بيه ايه؟ يحوله لخبز. هو برضه ما سابلناش التفصيله دي وحكى لنا القصه بتاعه التخزين. ده شكل من اشكال صومعه ثانيه، ولكن صومعه بقى اداريه، مش صومعه بيتوتيه زي دي كانت في كل بيت. لكن الصومعه دي صومعه بتبقى مثلا في القريه في مسؤول اداري هو اللي بيدون، قاعد اهو بيدون التفاصيل بتاعت كام شكاره اتخزنت في الثقوب دي. بتنزل دقيق العمال دول بيفضوا الشكاير في الثقوب دي، وقاعد واحد هو حاطط قلم ورا ودنه زي الكمثريه بتوعنا والموظفين. وانا لما ببقى شغال بحط القلم ورا ودني كده، فموروث ثقافي برضه. وهنلاقي بقى مجموعه الموظفين دول، ولو ركزنا هنا في الماكيت برضه هنلاقي في مشرف واقف هنا عليهم علشان خاطر اللي ما يشتغلش يديله بالعصايه يعني. طيب دي ده بعد كده بيخرج منه ايه؟ دي ده بعد كده بيخرج في الماكيتات دي برضه. مثلا دي تصور لنا فكره العجين ماشي او الخبيز. يعني لو بصينا برضه في الماكيت دون هنلاقي ده عباره عن فرن عيش، ناس قاعده بتخبز اهو. والمشرف برضه هو قاعد ماسك العصايه عشان ما يشتغلش، والعيش فوق بيتخمر. وهنشوف بقى مجموعه التماثيل دي بتبين لنا مراحل مختلفه من مراحل الخبز لحد ما نصل للمرحله دي بتاع الست اللي قاعده قدام فرن العيش ده حاطه ايديها على خدها. يعني لو ركزنا في الملامح بتاعتها هنلاقيها ملامح واقعيه جدا، اللي هو تبين لنا المرحله اللي هي قاعده فيها مستنيه الخبز، مستنيه. وطبعا من درجه حراره الفرن فهي ملامحها شويه مستاءه او تعبانه، من مجهده شويه من الخبيز ده. طيب الماكيتات دي كلها او التماثيل دي كلها، السؤال هنا عثر عليها فين؟ عثر عليها في المقابر. عثر عليها في المقابر. طيب كانت بتعمل ايه في المقابر؟ هنا بقى هنرجع برضه للفلسفه بتاعت المصري القديم اللي قايم عليها الحضاره المصريه كلها، فكره الفلسفه. المصري القديم كان بيؤمن بعمليه البعث. طيب لما يحط معاه التماثيل دي كلها معاه في المقبره، فهي هتبعث معاه مره ثانيه في العالم الاخر زي ما هو هيبعث، وهتقوم بخدمته طول ما هو موجود في المقبره وتمده امداد دائم بالغذاء.